السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنتكلم النهاردة يا جماعة على 3 مواضيع. الموضوع الأول والمعلق المغربي على مباراة صن داونز والوداد. تاني حاجة النهائي المرتقب بين الأهلي والوداد. 3 موضوع النادي الأهلي والدوري المحلي. هنبدأ بالمعلق المغربي واللي قاله في مباراة صن داونز والوداد. انت راجل ودادي على عيني وراسي، ولكن حضرتك بتذيع لكل المشجعين، يعني مشجع ودادي، مشجع صن داونز، مشجع مصري، يعني مشجع جزائري. اغلب اللي بيتكلموا اللهجة العربية حضرتك بتذيع لهم. لما حضرتك وانت بتذيع تقول جملة كده: يا صن داونز الوداد ليس من الأندية اللي تهزم بسكور، فأنت كده بتلمح على النادي الأهلي. طيب، هو النادي الأهلي مبدئيا قبل الماتش بتاعك كان في النهائي مبدئيا، يعني أنت بتتكلم على فريق خلاص وصل نهائي. النادي الأهلي آخر 7 سنين 6 مرات نهائي أفريقيا. النادي الأهلي للعام الرابع على التوالي يوصل نهائي أفريقيا. النادي الأهلي المصري حاصل على البطولة الأفريقية 10 مرات، وأقرب منافسيه هو نادي الزمالك المصري 5 مرات. يعني الأندية المصرية مع احترامنا للأندية المغربية في حتة تانية. فأنت لما تيجي يعني تتكلم خلي عندك شوية يعني منطق، يعني مش عشان أنت مثلا ودادي فبتقول كلام وخلاص. يعني فده يعني دي حاجة غير منطقية اللي أنت قلتها دي، أو يعني ده نوع من أنواع الفشل. انت كراجل معلق كده تبقى راجل فاشل، ويعني انت تحيزت النادي على حساب نادي اخر، وانت حقك لو بتتحيز للوداد مفيش مشكلة، ولكن ما ينفعش تلمح على اندية تانية. وما بالك بالاندية اللي انت بتلمح عليها او النادي اللي بتلمح عليه، نادي الاهلي وهو زعيم القارة الافريقية. وكون ان هو اتهزم من صن داونز فلا لا يقلل تماما من تاريخ النادي الاهلي. كل فرقة بتتغلب، الفرق العالمية كلها. برشلونة اتغلب 8، الريال لسه مغلوب من سيتي 4، والريال في حتة والسيتي في حتة تانية. دي الجزئية اللي أنا عايز أتكلم فيها. خلصنا من الموضوع دوت. طيب هنتكلم في الأهلي والوداد في النهائي للعام الثاني على التوالي. الأهلي والوداد تقابلوا مع بعض 11 مرة. الأهلي كسب 4 مرات وتعادلوا 4 مرات، والوداد كسب 3 مرات. فالنسب متقاربة، يعني الوداد سجل في الاهلي 11 هدف والاهلي سجل في الوداد 13 هدف. فهي المنافسه فعلا منافسه متقاربه يعني. ولولا كان في المباراه بتاعه 2017 اللي انا هتكلم عليها دلوقتي، الحكم طبعا بملكة سيميا الاتحاد الافريقي عينه للمباراه القادمه، او المباراه اللي هي الاياب، مباراه الاياب اللي هتكون في الدار البيضاء. الحكم ده عليه لغط كبير جدا. يعني هو الحكم ده حكم للنادي الاهلي 9 مباريات. النادي الاهلي مفس غير في 3 مباريات بس مع الراجل دوت. من ضمنهم مباراة كان الاهلي تعادل فيها مع الوداد. هنا كان ما حسبش ضربة جزاء لوليد ازارو واضحة وضوح الشمس، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، واضحة للعمة. يعني ربنا يوفق النادي الاهلي، وان شاء الله بالنسبة للحكم ده ان شاء الله تكون التالتة ثابتة، والاهلي ان شاء الله يحصل على البطولة. بالنسبة للبطولة المحلية والنادي الأهلي في الدوري، النادي الأهلي بفضل الله وصل للنقطة 59، وأقرب منافسيه بيراميدز. ومش وقت تحفيل ولا أي حاجة، لا، بس هي دي الحقيقة إن بيراميدز هو التاني. وكنا قلنا قبل كده زمان لما بيراميدز ده اتعمل نكاية في النادي الأهلي، والكل عارف يا جماعة بيراميدز ده أكتر ناس ممكن تتضرر فيه هو نادي الزمالك، لأن الأهلي بفضل الله الاهلي ماشي في طريقه على طول بفضل الله. يعني دائما منافس ودائما بيحصل على البطوله بفضل ربنا. فالنتيجه اهو بفضل الله الاهلي فايق، فبيراميدز يعتبر خد مكان الزمالك المفضل اللي هو المركز الثاني، واعتقد بيراميدز الاقرب للثاني. كولر في مباراه طلائع الجيش عمل روتيشن وعمل ريح لعيبه، يعني نص الفرقه او لم يكن اغلب الفرقه. والغريبة برضو ان هو عمل حاجة
اول مرة مدير فني بالجراءة ديت. تخيل مدير فني يلعب امام طلائع الجيش اللي محتاج نقطة بس، مش هقول لك محتاج 3 نقط، لا ده محتاج نقطة عشان خلاص مهدد بالهبوط، فبيلعب بخط الدفاع كله ما لعبش مع بعض خالص. يعني عندك الطبيعي انه بيبقى علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمد هاني، لا مفيش ولا واحد من دول موجود. مفيش غير ياسر ابراهيم وجنبه محمود متولي ومحمد اشرف وخالد عبد الفتاح، الاربعه اول مره يلعبوا مع بعض، ودي كانت مغامره. وطبعا في خلفهم مصطفى شوبير، وطبعا تحيه لمصطفى شوبير، وربنا يا رب يعني ان شاء الله تبقى الاصابه بسيطه يعني. فكانت مغامرة كبيرة جدا، لكن الشوط الأول طبعا إلى حد ما كان دون المستوى، ولكن الشوط الثاني بدأ الأداء يتحسن والمباراة انتهت 2-0. دي تتحسب لكولر يعني بصراحة إن هو غامر ولعب بأغلب اللعيبة اللي هي يعني مش عايزين نقول صف أول صف تاني، بس لا أغلب اللعيبة الغير أساسية يعني. إن شاء الله الأهلي بيخطو خطى ثابتة نحو اللقب 43 إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يوفق كولر وياخد الدوري، وإن شاء الله ربنا يوفقه بإذن الله وياخد أفريقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.